ريما هويت من منظمة الهلال الأحمر الكردي، قسم الدعم النفسي. نحن هون بمخيم الهول كان في عنا مشروع مساحات صديقة للطفل، صرنا 4 شهور عم نشتغل بهذا المشروع. كان مشروعنا هو مشروع ترفيهي للأطفال من سن 6 سنوات لسن 17 سنة. طبعا مشروعنا كان يستهدف عدة أنشطة: رسم، موسيقى، غناء، وأعمال يدوية، ورياضة. بأثناء هذا المشروع نحن كان في عنا أطفال موهوبين بالرسم وبالأعمال اليدوية وبإعادة التدوير. طبعا نحن دعمنا هدول الأطفال وجمعنا أعمالهم كلها وعرضناها بمعرض. أقمنا المعرض اليوم ووجهنا دعوات للمنظمات الإنسانية الموجودة بالمخيم ولإدارة المخيم. طبعا كل المنظمات الموجودة هون لبت الدعوة وكانوا موجودين. أعمال الأطفال نالت إعجابهم جميعا. طبعا هون عندنا الأعمال كان في عندنا أعمال أشكال هندسية وإعادة تدوير مركبات ومنازل وتصاميم هندسية. طبعا البنات كانوا عندنا بنفس الأعمار اللي ذكرناها من 6 ل 17 سنة، كان في عندهم شغل النسج والصوف. كمان قدموا أعمال كتير حلوة. طبعا هدول الأطفال هن قاموا بهاي الأعمال لوحدهم مع إشراف الميسرين لهم. قدموا أعمال كتير رائعة وجميلة. طبعا هدول الأطفال نحن كنا دائما نحاول نقدم لهم دعم نفسي لحتى ينسوا الفترة الصعبة اللي مروا فيها والظروف اللي عاشوها. طبعا بنتمنى لهدول الأطفال يعيشوا مستقبل جميل. نحن حاولنا كثير خلال مشروعنا حتى يكونوا أشخاص داعمين بمجتمعهم، فاعلين، نأهلهم لهذا المجتمع. نتمنى لهم مستقبل جميل إن شاء الله، ينسوا التجربة اللي مروا فيها، نتمنى لهم أيام حلوة يعيشوها وينسوا كل شيء مرقوا فيه.